مع المحترفين المغاربه. من قلب الاستوديو دائما معنا انس قردام لا يقربنا اكثر من المحترفين المغاربه. انس مرحبا بك. مرحبا بك خويا سيف، ومرحبا بمستمعي ومستمعات اذاعه راديو مارس. فكما قلتي مع اقتراب انطلاق الموسم الكروي الجديد كيواصل المحترفين المغاربه تحضيراتهم مع انديتهم بين مباريات وديه واخرى رسميه في وقت بدات فيه مجموعه من الاسماء في الظهور بشكل لافت، سواء من خلال الاداء او التسجيل او صناعه الاهداف. ونبداو من حراسه المرمى، بحيث استهل الدولي المغربي ياسين بونو مشواره مع الهلال السعودي في دوري روشن بفوز مثير على الفيصلي السعودي ب4 اهداف مقابل هدفين. ياسين بونو شارك اساسيا وخاض مباراه كامله وقام 3 تصديات وتحصل على تقييم 6.8 وفق منصه سوفا سكور. ومن حراسه المرمى ننتقلوا لخط الدفاع، بحيث وصل الدولي المغربي نايف أقرد توضيح تفاصيل تعثر انتقاله من اولمبيك مارسيليا الى ريال سوسيداد. من اولمبيك مارسيليا الى ريال سوسيداد، مؤكدا ان فشل الصفقه ما كانش بسبب مشكله طبيه. وضح المدافع المغربي ان الفحص الطبي مر بنجاح وتصادق عليه من طرف الناديين، وان الخلاف كان مرتبط ببرنامج عودته التدريجيه للمنافسه بعد فتره غياب طويله. وفي خط الدفاع ايضا واصل الدولي المغربي عيسى ديوب تحضيراته مع ناديه الجديد ابسويتش تاون بعد ما شارك في 3 مباريات وديه بمجموع 208 دقائق بواقع 45 دقيقه امام لو هافر الفرنسي و90 دقيقه كامله ضد رايو فايكانو الاسباني، ثم 73 دقيقه امام نادي يونيون برلين الالماني. اما شادي رياض فشارك اساسي لمده 61 دقيقه في المباراه التحضيريه لجماعه كريستال بالاس بفرايبورغ الالماني، وقدم اداء تحصل من خلاله على تقييم 6.7. ومن بعد خط الدفاع غنمروا للاظهره، بحيث كيواصل الدولي المغربي اشرف حكيمي حضوره مع نادي باريس سان جيرمان. حكيمي شارك اساسي وخد 90 دقيقه امام لانس في كاس السوبر الفرنسي، وتلقى الدقائق الاخيره قبل انتهاء المباراه فوز نادي لانس بهدف دون رد، وتحصل الدولي المغربي على تقييم 5 من 10. في ظرفيه قليله ربحوا السوبر وخسروا السوبر. حديثنا عن السوبر الاوروبي اللي كان امام استون فيلا، ولا شفنا تفوق ديال بي اس جي على استون فيلا، وكانت خساره البارح امام رفقاء طوفا رفقاء لونس اللي قدروا على انهم يحسموا السوبر الفرنسي. اكيد كما قلتي، وفما كانش هذا مع ضياع اللقب اللي قلتي ديال السوبر الفرنسي، فحكيمي تحصل على لقب السوبر الاوروبي بعد ما شارك اساسي في اللقاء امام نادي استون فيلا الانجليزي. مباراه انتهت فوز الفريق الباريسي بهدفين مقابل هدف. وننتقلوا للدوري الانجليزي، بحيث كيواصل الدولي الاخر النصير مزراوي استعداداته مع نادي مانشستر يونايتد بعد ما شارك في 3 مباريات تحضيريه بمجموع حوالي 136 دقيقه اساسي امام باريس سان جيرمان، ثم شارك امام ليدز يونايتد وسجل ركله الترجيح الحاسمه قبل ما يخوض حوالي 61 دقيقه امام نادي اي سي ميلان. وفي ايطاليا شارك الدولي المغربي نائل العنوي اساسيا مع روما في المباراه التحضيريه امام نادي بوروسيا دورتموند، بحيث لعب 60 دقيقه وتحصل على تقييم 6.4. اما في الدوري الفرنسي فسمير المرابط شارك لمده 69 دقيقه مع ستراسبورغ في مباراه تحضيريه امام نادي نيوكاسل يونايتد، واللي انتهت بالتعادل بهدف لمثله قبل ما يحسمها الفريق ستراسبورغ بركله الترجيح، وتحصل اللاعب الوسط المغربي على تقييم 6.9. ومن وسط اوروبا غنمشيو للدوري الانجليزي، بحيث وصل المغربي شمس الدين الطالبي استعداداته مع نادي ساندرلاند الانجليزي بعد ما شارك اساسي في المباراه التحضيريه امام ستاد رين الفرنسي، وقدم عدد من الانطلاقات الهجوميه قبل ما يحصل على تقييم 6 من 10. وفي الجهه الهجوميه ايضا تقلق المغربي التحضيريه الاخيره الفريق امام نادي نيوكاسل يونايتد بعد ما دخل بديل حوالي 22 دقيقه، لكنه نجح في تسجيل هدف التعادل، كما سجل ركله الترجيح بنجاح باش يحصل على تقييم 7.9. وياسر الزبيري ايضا استهل الدولي المغربي تجربته مع نادي راسينغ سانتاندير بطريقه مثاليه بعد ما سجل هدف في اول ظهور ليه بقميص الفريق خلال مباراه وديه امام سبورتينغ خيخون. الزبيري انتقل للنادي الاسباني على سبيل الاعاره من صدرين، وكيامل ان تمنحوا هذه التجربه فرصه استعاده مستواه والعوده بقوه. ومشيو ريال مدريد بالنسبه بالدوري لك الاسباني. انتداب او وجهه مزيانه بالنسبه للزبيري لسانتاندير ولا صراحه كتبقى مزيانه، لانه كما كنعرفوا الزبيري فاش انتقل للستاد ريال الفرنسي ما خدش دقائق لعب بزاف، خصوصا مع المشكل اللي طرا ليه مع المدرب ديالو. مع الاسف يعني كان المدرب اللي كان جابو من الفريق البرتغالي فتقال فماليكا تقال من تدريب النادي الفرنسي، وما كيبانش لك زعما لا ليغا اصعب نوعا ما من الدوري فكما كنعرفوا على البروفيل ديال الزبيري زعما كيتوافق مع الامكانيات ديالو، ولا جينا ندوي على لا ليغا كتبقى احسن من الدوري الفرنسي.
وايضا اللاعب اللي كيعشق ريمونتادات، شفنا كيفاش دار ريمونتادا مع فاماليكا واللي كان مع الفريق الرديف ديالو، ومن بعد اختار على انه يمشي يلعب كاس العالم الاقل من 20 سنه، قدر يتفوق فيها، قدر يكون شامبيون دي موند، ومن بعد فاش رجع الفاماليكا ورجع كشامبيون دي موند، وقدر على انه ياخذ دقائق محترمه مع الفريق اللي خلاته لانه يمشي الرين. ان شاء الله نتمنوا ريمونتادا اخرى في الدوري الفرنسي هذه المره، باش انه يرجع الرين ولا يكمل مع سانتاندير. ما كيهمش الامر هو انه يرجع المستوى ديالو، حيت فريمون لاعب اللي عنده بوتنسيال عنده بوتنسيال اللي محترم، تكنيكمون اللاعب اللي رائع، ايضا تاكتيكمون شفنا كيفاش كان كياخذ الدور ديال المهاجم الموهمي مع وهبي، وايضا كيفاش كان كينجح في هذا الدور. نتمنوا ان شاء الله والمنتخب الوطني المغربي مع محمد وهبي نفس المدرب، فهو كيلعب بنفس النظام التكتيكي في الهجوم، خاصنا اتاكون بحال الزبيري. وي تماما. نبقاو دائما في الدوري الاسباني، هذه المره نمشيو ريال مدريد، بحيث وصل الدولي المغربي ابراهيم دياز ترك بصمته خلال المباريات الاعداديه بعد ما سجل هدف الفوز امام نادي ديبورتيفو لا كورونيا، مباراه شارك من خلالها اساسي لمده 45 دقيقه قبل استبداله مع بدايه الشوط الثاني. اما في المانيا فسجل الدوري المغربي اسماعيل السباري ظهوره الاول بقميص بايرن ميونخ سوى 10 دقائق لترك بصمته، بحيث قدم تمريره حاسمه سجل من خلالها جمال موسيالا الهدف الثالث للفريق البافاري. ومن المانيا غنمشيو الدوري الهولندي، بحيث وصل الموهبه المغربيه عبد الله وزان جد انظار مع نادي اياكس امستردام. اللاعب البالغ من العمر 17 سنه شارك اساسيا في بدايه الموسم وقدم مردود متميز قبل ما يوصل تألقه، وسجل هدف رائع من تسديده بعيده في مواجهه هيرينفين، مباراه انتهت بالتعادل الهدفين لمثلهما. وفي الامارات كان الموعد مع انجاز تاريخي بعد ما اصبح الدولي المغربي المهاجم سفيان الرحيمي الهداف المغربي التاريخي في دوري المحترفين الاماراتي. مهاجم العين سجل من ركله جزاء امام نادي بني ياس في الجوله الاولى من الموسم باش يرفع رصيده ل 46 هدف، يتجاوز مواطن وليد ازارو صاحب ال 45 هدف. هذا كل ما يتعلق باخبار المحترفين المغاربه. شكرا جزيلا انس قردام اللي قربتينا اكثر من مستجدات المحترفين المغاربه. هذه المره غنمشيو للقسم الوطني الهوات، وفريمون كنتحسر ملي كنقول القسم الوطني الهوات على